عايز اقول لحضرتك اللعيبه كلها رجاله، يعني مش فارقه معاهم مؤمن شيكو، اللعيبه كلها مركزه. لا اللعيبه كلها مركزه تاني حاجه الموضوع بتاع باتشيكو احنا مش رايحين عشان باتشيكو بس، اللعيبه كلها كانت راحه عشان فكره يعني بس مش اكتر. وفي اخر الموضوع ان احنا قلنا له ان احنا عملنا اللي علينا وجينا عايز تمشي قدام اللعيبه كلها قالوا له امشي، بس احنا عملنا اللي علينا وكنا عايزين. بس انا بقول لحضرتك قدام اللعيبه كلها اللعيبه مركزه في الدوري وعايزين يكونوا ماشيين زي ما هم اول، وان شاء الله نفضل ماشيين اول. عليكم يا حازم تاكلوا النجيله وما تبصش للفريق الثاني، ما تبصش عشان خلاص بقيت الاول. لو كسبت ماتشتي كلها بامر الله خلاص، ما انا اللي راكب. يعني عايز اقول لك مالكش دعوه بالاهلي، مالكش دعوه بانبي، لانك انت خلاص انت دلوقتي حتى الاهلي لو لعب بالمباريات اللي فاضله له وكسب خلاص انت برضو الاول، تمام؟ ما تبصش يمين وشمال، خليك ماشي في طريقك انت، تكسب باذن الله كل مبارياتك، ربنا وفقك وكسبت كل مبارياتك. وطبعا الاهلي عنده ماتش صعبه، هو ما لعبش الصعب لسه، احنا لعبنا الصعب خلاص. وبعدين ان شاء الله مش هنتكلم في ماتش الاهلي الا بعد ما نتكلم باذن الله، نخلص باذن الله ماتش المقاولين وماتش البتروجيت، هنعمل وعمره المقبوله باذن الله، وربنا يكرمكم كده، وربنا رايد، ربنا رايد تاني اهو. لو ربنا مش رايد ما كانش المصري كسب انبي في اخر الدقيقه عشان ترجع تركب الدوري. يعني انت عارف لو كانت تعادلوا كان هو برضه الاول، لكن دي اراده ربنا وحق الزمالك انه يتغلب علشان انت تركبه ببونت وانطلق بقى امشي. اعتقد الانبي عنده المقصه الماتش الجاي على ما اتذكر، مش دعوه انا اعتقد يعني انتوا بقى خليكم في طريقكم. ورضا التزم تاني، التزم، انت جاي عشان تلعب مش عشان تريح. انت كنت احسن باك يمين موجود في الفرقه، احنا جايبينك عشان كده، احنا دفعنا لك له رجل عشان نجيبك، انت مش كنت رحت طلايع واشترينا عقدك خلاص. ايه؟ نصب عليه فانا بقول لك كل لاعب بالجهد بتاعه في الملعب خلاص. الناس دي لا بتحبه ولا بتكره، الناس دي بيقولوا تاني ولا بيحبوا ولا بيكرهوا، وكل الناس هتلعب، وده مش تدخل مني، لا انا مش جايب لعيبه شاريها بملايين عشان تقعد، وانا محتاج كل لاعب، واللي بيلعب الماتش ده والماتش اللي بعده لو رايح ماتش عشان ما يحصلوش اي اصابه. وده فكره يا جماعه، اي حد عايز يكمل المشوار للاخر ان شاء الله باذن الله. نشوف ماتش بروجيتو عشان ننزل لكم باذن الله وتثبتوا لكل الدنيا ان الحرب القذره اللي معموله على فريق نادي الزمالك وعلى نادي الزمالك ولا هزت شعره من راسكم ولا هزت شعره من راسنا. ربنا يوفقكم ان شاء الله. فتحه رجاله، فتحه مع بعض.